إزاي نقدر نحل مشكلة القشرة في خطوات بسيطة جدًا، جدًا، والمنتج أنا بقى لي فترة باجرّبه وهو الشامبو بتاع سنجينا ده، بجد ده من أحسن الحاجات اللي أنا جبتها آخر فترة، بجد من الحاجات الروعة، بجد اللي هتلاقوا منها نتيجة بجد ملحوظة كده بجد، بس عايز صبر، يعني عايز صبر شوية من 3 أسابيع لشهر عشان تلاقوا نتيجة منه كويسة. وإحنا بنستخدمه مرتين في الأسبوع، يعني بنغسل شعرنا مرتين في الأسبوع، تمام. وكمان بجد هو من الحاجات التحفة التحفة فيه إن هو مش بينشف الشعر خالص، عكس بجد شامبو القشرة اللي معروف عنه اللي هو بينشف الشعر، بيخلي الشعر صعب اللي هو بيتسرح وكده. بس بجد ده ما عملش كده خالص، بالعكس أنا كنت حاسة إن هو خلى شعري يترطب أكتر، فبجد هو تحفة. وتاني حاجة بجد كانت حلوة فيه إن هو مش بيخلّي بجد شعرِك فيه زيوت كتير، اللي هو إحساس فروة الراس اللي فيها زيوت كتير، أو مثلًا إحساس اللي هو بيضايق ده، تحسّوا إن أنتم فروة راسكم من كتر الزيوت، اللي هو شعركم من هنا كده تحسّوا اللي هو تقيل كده وهو بيتسرّح، بجد ده بيضيّع الإحساس ده. فبجد ده أنا كان حاجة مضايقاني أوي، أوي، إحساس إن أنا حاسة إن أنا شعري بجد مهما أغسله باحس إن هو برضه لسه فيه زيوت كتير، الزيوت دي مش بتضيع، مع إني أنا أصلًا مش باحط زيوت على شعري. وكمان أصلًا إحنا داخلين على إن شاء الله فصل الصيف، فأصلًا شعرنا كده بيفرز في الصيف دهون أكتر وحاجات أكتر من دي، فبجد ده هيبقى حل تحفة، مش هيخسر حاجة لمّا تخلّوه على طول في روتين شعركم. بجد أنا إن شاء الله يعني بجد هافضل أجيبه على طول بالذات في الصيف، مع كتم طبعًا الشعر بقى في الصيف وكده والحاجات دي كلّها، بجد ده هيكون حل تحفة بجد، وكمان النتيجة بتاعته مقابل سعره بجد تحفة. فأنا أنصحكم بيه، وبجد أنا حبيته جدًا، جدًا، وإن شاء الله أنا أجيبه تاني. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ولو عايزين أي سؤال تقدروا تسألوا في الcomments أو في الDM وأنا هارد عليكم على طول، وأشوفكم الفيديو الجاي. باي.